Not only in the team, also the organization, everything. I don't know what's happening there, but تصريح خطير من مدرب منتخب الإمارات بعد الهزيمة الساحقة أمام المنتخب المغربي والتأهل إلى نهائي كأس العرب، ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الجزائر. شاهد ماذا قال: ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد وفخور بتأهل المنتخب المغربي فاضغط إعجاباً للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد نهاية المباراة لم يكن صمت المدرب الإماراتي أقل وقعاً من النتيجة نفسها، لكنه ما إن وقف أمام وسائل الإعلام حتى فجر مفاجأة مدوية بتصريحات حملت اعترافاً صريحاً بقوة المنتخب المغربي ورسائل مباشرة لا تقبل التأويل. قال المدرب بلهجة حاسمة: واجهنا منتخباً لا يلعب كرة قدم عادية، بل مشروعاً كروياً متكاملاً. المغرب اليوم ليس مجرد فريق فاز وتأهل، بل منظومة تعرف ماذا تريد وكيف تصل ومتى تضرب. وأضاف أن ما قدمه المنتخب المغربي في هذه المباراة لم يكن وليد لحظة أو خطأ من الخصم، بل نتيجة عمل طويل وانضباط صارم وشخصية قوية ظهرت منذ الدقائق الأولى. حين تواجه منتخباً بهذه الصلابة الذهنية تدرك أن المباراة تحسم قبل أن تبدأ على الورق. ثم انتقل المدرب الإماراتي إلى نقطة أثارت الكثير من الجدل حين وجه رسالة غير مباشرة لكن شديدة اللهجة إلى منتخبات خرجت مبكراً من البطولة، وعلى رأسها المنتخب الجزائري، قائلاً: من يريد المنافسة في البطولات الكبرى عليه أن يتعلم من المغرب. كرة القدم اليوم لا تربح بالأسماء ولا بالشعارات، بل بالعمل، بالتحضير، وباحترام تفاصيل اللعبة. وأكد أن الأداء الضعيف الذي ظهر به بعض المنتخبات لا يمكن تبريره بالتحكيم أو الظروف، مشدداً على أن الفارق الحقيقي كان في الجاهزية والانضباط. المغرب لم ينتظر أخطاء الآخرين، بل فرض أسلوبه وكتب تأهله بقدميه، وختم تصريحاته قائلاً: المنتخب المغربي يستحق الوصول إلى النهائي، بل ويستحق التتويج. هو المنتخب الأكثر توازناً والأوضح هوية والأقوى ذهنياً في هذه البطولة. هكذا لم يكن تأهل المغرب مجرد عبور إلى النهائي، بل رسالة مدوية لكل من يشكك ولكل من ما زال يعيش على أمجاد الماضي. اليوم المغرب لا يطلب الاعتراف، المغرب يفرضه. وفي النهاية، إذا كنت فخور بالمنتخب المغربي اشترك معنا في القناة وشاركنا برأيك في التعليقات.